سلام وشراكم، جيسبر كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وغسات جديده. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل مهنيين وبخير وعلى خير. الوصفه اللي راح نقدمها لكم اليوم هي ان غاتو فلون. على بالي كامل تعرفوه لكن حبيت نفكركم به. سي ان ديسير فاسيل، تحليه سهله وغابيد وتجي بزاف بنينه بالكراميل. ما تنسونيش في امتي جيم و امتي كومونتير. بيان سور ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده ولاشين تاعنا ان شاء الله تكبر. دونك كيما قلت لكم لو ديسير هدايا تري فاسيل ا رياليزي، سهل التحضير. يلا بينا لا كويزين باش نحضروا لو ديسير تاعنا. في الاول عندي ان كراميل، نديرو ان كراميل. انا واش ندير ان كراميل سيك، حندير 200 غرام تاع السكر مع 2 مغارف كبار تاع الماء كيما راكم تشوفوا. نديرهم في كاسرونه شويه ثقيله ونديرهم على نار قليله بلا ما نحرك لا كاسرول تاعي. شوفوا هنا راني نوريكم النار كيفاش راهي قليله. دونك ندير غير بهذا لو جيست، نحرك غير لا كاسرول هذيك بلا ما نحرك كامل هذاك السكر حتى يبدا يدير لي شويه فقاعات، يبدا يذوب باش نبدا نحرك السكر تاعي باش نعاونو باش يذوب. هنا السكر تاعي بدا يذوب كيما راكم تشوفوا، وانتم اللي تحكموا في اللون تاع الكراميل اللي حبيتوه. بالكو الكراميل تاعكم يتحرق. كيما قلت لكم ما تزيدوش كامل النار. انا هذا هو اللون اللي حبيته. دونك نجيبو ديريكتومون. هنا واش حبيت نقول لكم، هاد لو ديسير تقدروا ديروه في مول كبير كيما راني دايره انا، مول غون يعني دائري ولا مستطيل ولا كيما تحبوا نتوما، ولا تقدروا ديروهم تاني في دي رامكان انديفيدوال. دونك انا خيرت ان مول كبير كيك هذا، اون ميم طون درتو في دي مول انديفيدوال باش نوري لكم بلي انكم تقدروا ديروا لي دو فاصون، يعني حاجه اللي تساعدكم بيان سور ديروها. دونك ندير الكراميل تاعي ديريكتومون في لي رامكان اللي يروحوا للفوق، لانه هاد لو ديسير راح نزيدو نطيبوا له طبقه تاع كيك. دونك خيروا دي رامكان يروحوا بيان سور ولا يدخلوا للفرن. كمرحله ثانيه نروحوا نحضروا طبقه الفلون. هنا واش عندي لتر تاع الحليب مع ان ساشي تاع فلون كراميل. تقدروا ديروا فلون كراميل ولا فلون فاني اللي تحبوه واللي يساعدكم. دونك انا خيرت الفلون كراميل لانه لو ديسير تاعي راح يجي كامل بالكراميل. دونك نديه على نار متوسطه بيان سور كيما نديروا الفلون عادي حتى يغلي، ونجيبو نفرغو ديريكتومون فوق هذيك الطبقه تاع الكراميل. لي غامكان تاعكم ما تعمرهمش حتى الفوق لانه راح نزيدو طبقه تاع الكيك. دونك هكذا نعمروا لي غامكان تاعنا ونخلوهم يبردوا كومبليتمون حتى يبرد تماما الفلون هذاك، او ميم طون يشد روحو باش نديروا الطبقه الاخيره تاع الكيك تاعنا. هاد لو ديسير يجي بزاف منين. لمحبي هاد النوع من لي ديسير تاع ان غاتو وفلون يجي ما شاء الله. دونك كيما قلت لكم نخلي الفلون تاعي سور لو بلان دو طرافاي يبرد روحو او ميم طون يشد روحو. حنا نروحو نحضروا الطبقه الاخيره واللي هي لو كيك. واش عندي حبيبه تاع البيض، نص كاس تاع السكر كريستاليزي، السكر العادي، نخلط جوست بالفوي حتى يبيض هذاك الخليط. من بعد نزيد له رشه تاع الملح، نزيد تاني لافاني، ان ساشي تاع لافاني كيما راكم تشوفوا. نخلط تري بيان. لازم نديرو هنايا الملح باش نعزو هذاك لو غو تاع الكراميل تاعنا. من بعد بنفس الكاس اللي كيلت به ندير نص كاس تاع الزيت، نخلط توجور ونص كاس تاع الحليب. دونك عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع الحليب. نخلط كامل هاد المكونات. من بعد نجيب كاس تاع لافارين كيما شفتوني توجور بنفس الكاس، ونزيد مغرفه كبيره تاع الكاكاو لازم يكون ذو نوعيه جيده، ونزيد ان ساشي تاع لا لوفور شيميك الوزن تاعو 10 غرام. تقدروا نتوما ديروا حتى 8 غرام حتى 10 غرام. دونك هنايا شوفوا نخلط تري بيان هذوك المكونات تاع الكيك. من بعد نولوا الفلون تاعنا كيما شفتوه راه جمد شد روحو تري بيان. هنا ما دخلتوش في فريجيدير، خليتوه سور لو بلون دو طرافاي
خدا راحته وبيان سور اجمد. من بعد نجي نضيف الطبقه الاخيره اللي هي تاع الكيك. دونك نضيف ديريكتومون فوق هذاك الفلون وتوجور نخلي شويه، ما نعمرش كامل لي غامكان تاعي، لانه هذا الكيك تاني راح يزيد ينتفخ في الفور كيما شفتوا فيه لا لوفر شيميك. نخلو 1 سنتيمتر باش نعطولو البلاصه وين ينتفخ لو كيك تاعنا. دونك طيابو يكون على 180 درجه. خذوا ان غامكان تاني لانه الفلون تاعنا راح يطيب سور ان بان ماري. نعمروا السنيوه تاعنا بالماء يكون سخون ولا دافي باش نسرعوا هكذا في الطياب، وندخلوا لو غاتو تاعنا للفور على 180 درجه. ما راحش ياخذ بزاف منكم الوقت. شعلوا له غير من التحت. من بعد كي يطيب شويه من التحت والكيك تاعكم تشوفوه شد روحو، زيدوا شعلوا له من الفوق. انا ما استعملتش كامل لاغريت الفوقانيه، دونك طابلي غير من الفوق، ما راحش كامل يدي منكم الوقت. من بعد بيان سور مور ما تخرجوا لو غاتو تاعكم خلوه يبرد كومبليتمون سور لو بلان دو طرافاي، حتى يبرد تماما. دخلوه للفريجيدير وخلوه يزيد يشد روحو 2 اور في الفريجيدير، يعني ما ديموليوهش افون 2 اور دو طون، يعني هذاك الفلون يشد روحو تماما باش تقدروا ديموليوه. الديمولاج تاعو راح يكون تري فاسيل. عاونوا روحكم جوست بالكوتو، غير تقلبوا لو غاتو تاعكم راح ينقلب. بيان سور تكون فيه كميه مليحه من الكراميل هذاك يدوب، لانه شوفوا ولا قلبتوه هو سخون الفلون دابور ما حش يشد روحو، وهذاك الكراميل ما حش يطلق روحو. دونك لازم له البروده فريمون. ولا تقدروا ديروه لافي او كونترير راح يجيكم ما شاء الله. دونك هذه هي الوصفه تاع اليوم. حنا نتلاقاو في وصفات اخرى حبيباتي، مع السلامه.